السلام عليكم، فيديو جديد في قناه عنبر 7. وتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في المحليات. عندنا اول موضوع هيبقى مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا، ونشوف الاهلي عدى سيمبا ازاي وهيلاعب مين، يا مازيمبي يا بترو اتلتيكو. وقت ما انا بصور الحلقه عرفنا طرفين، الاهلي وصن داونز، لسه ناقص الطرفين التانيين. وانت بتتفرج على الفيديو ده هتكون تقريبا عرفت تكمله دور نص النهائي كامل. والموضوع التاني بقى عايزين نشوف ايه القصه والروايه بتاعه ان الاهلي والزمالك يلعبوا الماتش القمه بتاعهم بتاع الدوري بتاع 15 ابريل، يلعبوه في السعوديه زي ما اتلعب ماتش كاس مصر. فتعالوا نشوف ايه الحكايتين دول. نبدا باول موضوع معانا، وهو اللي بيحصل في الاهلي الفتره الاخيره. الاهلي الفتره الاخيره ظهرت انتقادات ان الاهلي فيه رعونه، الاداء مش احسن حاجه، في استقبال لعب كتير، اللي بيحصل في الملعب ده اجهاد ولا تعليمات، كره تغييرات متاخره ليه والكلام ده كله. فانا هحاول اشرح لك اللي بيحصل ونحاول نوصل يعني ايه للتفسير اللي بيحصل ده. اخر ماتش كنت اتكلمت عنه كان الاهلي والزمالك في الكاس، وبعد كده الاهلي 3 ماتشات، الاهلي والبنك الاهلي خسر 4-3، والاهلي وماتشين سيمبا. بس تعالى اقول لك اللي بيحصل دلوقتي. تعالى نشوف احنا كنا واقفين لحد فين. احنا كنا واقفين لان انت وصلت لامام عاشور بقى جنب مروان عطيه والكلام ده كله، فعمل لك شكل في نص الملعب قوي جدا. نص ملعب الاهلي بقى اقوى من اي حد حواليه، لان نص ملعب امام عاشور صفقته دي خلت ايه، في حد بيخترق في انصاف المساحات، حد شويت من بره، حد يقدر يتحفرك لك، يلعب لك لونج باص مش عارف ايه. لان قفشه ما بيقدرش يلعب 90 دقيقه كامله. ده غير ان انت مشيت القندوسي اللي هو لازم يرجع، بلا شك فيه لازم يرجع الموسم الجاي، لانه عامل اداء مع سيراميكا هايل جدا. وكان الثالث اللي بيقفل جنبهم يا كوكا يا سوليه يا قفشه يا ندفيد يا الكلام ده كله. وفي الدفاع كنت وصلت لشكل كويس جدا، محمد هاني، عبد المنعم، ياسر وعلي معلول والكلام ده كله. وكان الاهلي كمنظومه دفاعيه كان الاهلي قوي جدا. وعندك في حراسه المرمى حصل بعضهم افريقيا اصابه الشناوي، وجه بقى شوبير، واتكلمنا على اللي حصل بين الزنفولي والكلام ده كله. وكانت الحيره فين؟ الحيره عندك كانت في الهجوم، موديست ولا كهربا، الشحات ولا تاو، ايه الحل في ده، تضييع الفرص والكلام ده كله. ايه اللي حصل دلوقتي بقى؟ اللي حصل دلوقتي اول حاجه ايجابيه حصلت، ان شوبير اخذ الثقه الكامله، والجمهور بقى مطمن وهو واقف، وشايفين اداء كويس جدا. وماتشين سيمبا هو احسن حاجه فيهم تقريبا، او هو الضوء اللامع اللي في الفرقه هو مصطفى شوبير. وده اللي انا كنت بكلمك عليه. مصطفى شوبير لو ما خدش الفرصه دلوقتي هياخدها امتى؟ ليه اجيب الزنفولي ويعمل البلبله واقول لك ابو جبل والكلام ده كله؟ ليه اصلا؟ لو الشوبير ما مسكش الفرصه دي دلوقتي هيمسكها امتى؟ وبعدين لازم نغير مفهومنا في الاعمار السنيه. 26 سنه، ده شوبير عنده 26 سنه، يمسكها اجدعها فرقه في الدوري المصري. سيبك يعني من هو مصطفى شوبير، انا بتكلم يعني كسن، يعني السن ده حارس اساسي في اي حته في العالم يعني. فهي دي كانت الفكره، والراجل ادى اهو كويس. وركنت الزنفولي عندك، طب ما كنت تسيبه في الدوري المصري، يعني يبقى في حماس في الدوري. لكن انت جمعت حراس عندك وركنتهم ولعبت بشوبير برضه، طب فين المنطق طيب؟ فعشان كده انا بالنسبه لي موضوع شوبير ده انا مبسوط باللي بيحصل دلوقتي بصراحه، ان ده المفروض يحصل. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي ان امام عاشور اتصاب مع المنتخب، وان ياسر ابراهيم اتصاب. فايه اللي حصل؟ خط الدفاع، قلوب الدفاع ما بقاش فيهم يحصل فيهم روتيشن، ما بقاش ينفع يحصل فيهم روتيشن. بقى عبد المنعم وبقى رامي ربيعه، متولي طبعا كده مصاب ما بيلعبش اصلا، وياسر ابراهيم مصاب. فهي دي اللي حصل في الدفاع. نص الملعب الشكل الهجومي بتاعك فقدته، لان امام عاشور لما اتصاب باش حد يعوضه، لان نفسه مش هيلعب 90 دقيقه. فايه اللي حصل في نص الملعب بقى؟ رجعت للشكل اللي كان في اخر ايام موسيماني، واللي حصل فيه مشكله مع الاهلي، ان تلاته في نص الملعب شبه بعض، فبقاش فيه التحولات الهجوميه، بقاش فيه فكر هجومي. فهي دي الفكره كلها، ان نص الملعب بقى عقيم. والدفاع شفنا اللي حصل. النقطه اللي بنقول عليها كولر بس في الدفاع، الروتيشن بين علي معلول وكريم الدبيس ما بيحصلش خالص. وانا متضايق من حاجه زي دي. كريم الدبيس اخر مره لعب كان ماتش يانج افريكانز اللي هناك. ففين كريم الدبيس؟ نزل النهارده في الدقيقه 94 ليه؟ ما تلعبه يا سيدي. فادي كده خلصنا الدفاع ونص الملعب. فين المشكله بقى اللي بعد كده؟ المشكله حصلت في ماتش البنك الاهلي. الاهلي كان لسه جاي من ماتش الكاس، لسه في اللي هو نشره الانتصار ومش عارف ايه. فالاهلي كان بيلعب على الهادي في ماتش البنك الاهلي، وكان لسه امام عاشور ما اتصابش والكلام ده كله، والاهلي كان بيلعب عادي كل حاجه. بس طارق مصطفى والبنك الاهلي بصراحه شابوه ليهم، اشتغلوا على نقط ضعف في الاهلي، ليه نقط ضعف في معلول والكلام ده كله، وان هو عطيه يبقى واحد في نص الملعب، والضغط، وان حد يلعب قدام الاهلي ما يخافش منه والكلام ده كله. فبطريقه ما خطفوا من الاهلي 3 نقط وكسبوا الاهلي 4-3.
فالماتش ده باين لك ناقوس الخطر، وناقوس الخطر ده حصل امتى؟ حصل وانت معاك امام عاشور كمان. فانت لو امام عاشور اتصاب وياسر ابراهيم اتصاب كده قدام ماتشين سيمبا، كولر قال لك انا ماتش البنك الاهلي ده انا مش هينفع اعديه كده، فمش هينفع اضغط هجوميا والكلام ده كله. انا في ماتش سيمبا اللي بره ده هلعب بتراجع دفاعي شويه، ايه ان انا واستغل ان انا عندي السوليه والكلام ده يلعبوا كور طويله على السرعات اللي عندي قدام، واحافظ على الشكل بتاعي ورا، لان مش عايز برضو اجهد عبد المنعم بهاي لاين او حاجه والكلام ده كله. فده حصل في ماتش الذهاب، قلنا ماشي عديناها، قلنا ماتش صعب وخططنا 1-0 ونتيجه كويسه. الماتش التاني هنا في القاهره انزل بنفس الشكل برضو. دي كانت المشكله بقى، ان الاهلي لعب بنفس شكل الذهاب هنا على ارضك، وسيمبا كانت ماسك عليك كوره ورفع عليك الهاي لاين وضغط عليك. دي كانت المشكله. انا بالنسبه لي التفسير ليها ان كولر مش لاقي التعويض لامام عاشور، مش لاقي اللي يلعب له في المساحات، ونص الملعب شبه بعضه. انا اعتقد دي المشكله، وان هو مش عارف يعمل روتيشن بين قلوب الدفاع وبين نص الملعب، فهو عايز يحافظ على الشكل ورا. ده التفسير اللي عندي بصراحه. التغييرات متاخره، ناس تقول لك هو بيأخر التغييرات ليه وكده. انا شايف ان التغيير الوحيده اللي بصراحه مش فاهم بتاخر ليه هي بتاعت قفشه. واحد يقول لك هو مش ملاحظ ان في تاثير بدني. هقول لك يا حبيبي، ده مقعد 50 نفر جنبه على الدكه كلهم بعضلات وماسكين التابلتات وعمالين يتفرجوا على اللعيبه. يعني اصغرنا واحد فينا بيلعب على الموبايل ولا على البلاي ستيشن لما بيشوف لعيب تعب بيروح سحبه وخرجه بره الملعب. فاكيد هم شايفين المعدات البدنيه عامله ازاي يعني. فاكيد مش كل ماتش هيسيبوا لي 80 بالمنظر ده يعني، الا لو في مشكله يعني. فانا اعتقد يعني اكيد مفيش مشكله بدنيه يعني. الاهلي بيلعب ماتش كل اسبوع اساسا، هو مفيش غير اتنين بيتضرروا، عبد المنعم ومروان عطيه، عشان ما لهمش وجدان بس كده. فما تقوليش اجهاد بعد اذنك يعني. ولو في اجهاد نعيم علوم مثلا ده غلطه كولر، كريم الدبيس فود ينزل مش في الدقيقه 92. فده اللي انا شايفه في الاهلي الفتره دي. وهل بقى في مشكله مثلا عند الاهلي في العقليه ان هم مثلا بيريحوا المجهود، شايفين ان هم احسن من الباقي، احسن من بقيه الفرق؟ ما اعرفش. وبالنسبه بقى للضغط الاجنده والكلام ده كله، تعالوا نخش على الموضوع اللي بعده، وهو لعب الاهلي والزمالك ماتش في السعوديه. تاني موضوع بقى وهو ماتش الاهلي والزمالك في السعوديه. قبل ما احكي لك على اللي حصل وان الموضوع اتلغى والكلام ده كله، تعال ناخدها بالعقل واحده واحده من غير طلع لك الفيفا والكلام ده كله. هل في حد فينا جهبذي ساحر شايف فيه خرم في الاجنده بتاعتنا عشان يخلينا نسافر ماتش زياده؟ او قصدي مش قصدي ماتش زياده، يخلينا نسافر ماتش في الدوري عندنا لبره في السعوديه؟ هل ده يعقل؟ ده غير ان انت عندك الاهلي والزمالك واضح ان كده البطولتين دوري ابطال والكونفدراليه شكلهم كده في المتناول ان شاء الله، وهيعدوا كتير. يعني ان اكيد في ماتشات في الدوري هتاجل لهم، ناقص كمان ان انا اسافر كمان بره. والماتشين، ماتش بتاع 15 ابريل وماتش بتاع 25 يونيو. هو مين الجهبذي اللي في اتحاد الكوره اللي وافق على الكلام ده اصلا؟ لان تركي آل الشيخ امبارح قال ان اللي حصل ده طلع تسريبات من عندنا، هم اللي سربوا الخبر. فمين الجهبذي اللي عمل كده اصلا؟ يعني ده من غير ما اطلع لك بقى المشاكل اللي هتحصل بعد كده. ده انا بقول لك كده بتناقش معاك انا صاحبك على القهوه يعني. اللي حصل ان كان في فكره بعد ماتش الاهلي والزمالك بتاع كاس مصر ان يتلعب ماتشين الدوري هناك، نشوف بقى جمهور وفلوس ومش عارف ايه. طلع ان في مشكلتين. اول مشكله الماده رقم 71 في الاتحاد الدولي في الفيفا، ان ما ينفعش ماتش رسمي في الدوري المحلي يتلعب خارج القاره، لان طبعا السعوديه في اسيا وانت في افريقيا. فما ينفعش تلعب الماتش بتاعك ماتش رسمي في الدوري الا لظروف سياسيه قهريه، زي مثلا الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا مثلا. ده كده تلعب بره الدوري بتاعك، تلعب بره البلد بتاعتك يعني. الا بقى حالات كمان استثنائيه الفيفا يوافق عليها، ودي مش منهم. فدي اول حاجه مش مسموح بيها. تاني حاجه، انت الاهلي اهو عدى النص النهائي، والزمالك هيعدي فيوتشر بنسبه كبيره ويروح نص النهائي هو كمان. هيبقى قبل ماتش الاهلي والزمالك عندنا 15 ابريل هيبقى في ماتش كونفدراليه دوري ابطال افريقيا. انت ناقص تكون مسافر وترجع تسافر للماتش ده. طب الاهلي والزمالك هيقول لك انا محتاج اجل يومين ثلاثه. فانا مش فاهم ازاي في ناس قعدت على الترابيزه واتناقشت في الكلام ده، وانت اصلا بتخلص كاس مصر بالعافيه وبتخلص كاس السوبر بالعافيه، وعايز كمان السنه الجايه الدوري تلعبوا دور واحد عشان تعرف تمشي بعد كده مظبوط. فمنين بقى عايز تلعب ماتشين كمان في السعوديه؟ فالموضوع غريب جدا، حتى لو فيها فلوس، حتى لو فيها اي حاجه مش منطقي خالص.
فده كده يعني ايه، دي حاجه بسيطه كده. فتركي عشان طبعا شرح الكلام ده كله في المكالمه امبارح مع كابتن شوبير والكلام ده كله، وقال لك يعني الخبر ده اتسرب، احنا كنا في قعده ومش عارف ايه، بس اكتشفنا المشاكل دي وكنا هنحل مشكله السفر وكده بان احنا نخلي الاهلي والزمالك يلعبوا ماتش دوري افريقيا والكونفدراليه. كنا نحاول نكلم الاتحاد الافريقي انه يخلي الماتشين دول في السعوديه كمان. فهو في عك، وواضح ان هي من كتر ما الكوره او من كتر ما الحياه عموما بقت الماني توكس او بيزنس، واضح كده ان احنا هنشوف قرارات خزعبليه وبنلعب من اجل المال فقط. يعني ماشي، فلوس السعوديه حلوه، نسوق لنفسنا صح، طبعا احنا مش عارفين نسوق لنفسنا، بس في بالمخ، في دوري لازم اخلصه بقى، ومش ناقص تأجيلات اكتر من كده. وبس كده اكون خلصت، وقولوا رايكم في الكومنتات في اللي انا قلته بالكلام ده كله، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويلا سلام.